أسعد الله مساءكم مشاهدي قناة ماتش بريس في هذه المراسلة الخاصة في حصاد المجموعات الخاصة بالمنطقة الإفريقية لكأس العالم لكرة القدم. بالأمس الأحد واليوم الاثنين وغدا الثلاثاء هناك مباريات الجولة السادسة. هناك المجموعات التي تضم 6 منتخبات، وبالتالي 10 دورات أو 10 جولات حتى نعرف المنتخبات التي ستحتل المرتبة الأولى والتي ستتأهل رسميا مباشرة إلى نهائيات كأس العالم. ربما المنتخب الوطني في مجموعة التي أصبحت فيها من 6 إلى 4 منتخبات بعد انسحاب إريتريا وكذلك بعد توقيف منتخب الكونغو. أعطيكم النتائج ديال الجولة السادسة. اليوم الأحد بالأمس منتخب إسواتيني يتعادل بميدانه أمام جزر موريس ب3 أهداف-3. المنتخب الكيني ينهزم أمام منتخب الغابون بإصابة 1-0. اليوم الاثنين كانت هناك مباريات قوية جدا وكانت حاسمة. ناميبيا تتعادل مع غينيا الاستوائية بإصابة 1 في كل شبكة. غينيا بيساو تنهزم أمام بوركينا فاسو ب2-1. ليبيريا تفوز على ساو طومي برانسيبي ب2-1. وجمهورية إفريقيا الوسطى تتعادل مع منتخب المالي بالتعادل الأبيض 0-0. هذه المباراة اللي احتضنها الملعب أحمد العبدي بمدينة الجديدة. منتخب الكوت ديفوار بملعب أبيجان يفوز بحصة صغيرة ولكن النتيجة مهمة على منتخب مغمور اللي هو منتخب غامبيا ب2-0. منتخب مدغشقر الذي استقبل منتخب بلاك ستار أو النجوم السوداء المنتخب غانا استقبله بملعب الحسيمة بالمغرب وانهزم بحصة قوية 3-0. المنتخب الإثيوبي الذي استقبل بملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء منتخب جيبوتي. المنتخب الإثيوبي بعد ما انهزم أمام المنتخب المصري فراعنة النيل ب2-0 على نفس أرضية الملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، يسحق منتخب جيبوتي ب6 أهداف مقابل هدف 1. وأخيرا نسور قرطاج منتخب التونسي إلى حدود الدقيقة 85 المنتخب المالوي أحرج المنتخب التونسي على أرضية ملعب رادس أمام جماهيره. كانت النتيجة متعادلة 0-0 إلى حدود الدقيقة 85. لكن في 5 دقائق الأخيرة استطاع المنتخب التونسي أن يسجل هدفين، بل أكثر من ذلك أضاع المنتخب المالوي ركلة جزاء في الدقيقة 96 أي في الوقت بدل الضائع، وحقق نسور قرطاج يعني الانتصار. هذا الانتصار كان معنوي صراحة للمنتخب التونسي لأنه عانى الأمرين أمام دفاع متماسك للمنتخب المالوي وانتهت المباراة ب2-0. إذا غدا الثلاثاء هناك مباريات قوية قد تؤثر على ترتيب المجموعات وقد تظهر لنا من له الحظوظ أقوى للتأهل في باقي الجولات القادمة، باستثناء مجموعة المغرب التي ممكن أن يحسم المغرب إذا انتصر على منتخب تنزانيا فسيتأهل رسميا. إذا على الساعة 4 بوتسوانا ستستقبل الصومال، على الساعة 7 رواندا ستستقبل ليسوتو بمدينة مكناس على أرضية الملعب الشرفي بمكناس وعلى الساعة 7 مساء. المنتخب النيجيري النسور الخضر يستقبلون زيمبابوي على الساعة 7 مساء. منتخب البنين يستقبل الأولاد بافانا جنوب إفريقيا بداية من الساعة 7 مساء. أنغولا تستقبل الرأس الأخضر على الساعة 7 مساء. أوغندا تستقبل منتخب غينيا على الساعة 7 مساء. ومنتخب الفراعنة النيل المنتخب المصري المحتل المرتبة الأولى على مستوى مجموعته يستقبل على الساعة 10
ليلا منتخب السيراليون. السودان ستستقبل جنوب السودان على الساعة 10 مساء. منتخب الكاميرون في مباراة قوية سيستقبل المنتخب العربي ممثل شمال افريقيا منتخب ليبيا على الساعة 10 ليلا. البوروندي ستستقبل منتخب السيشل على الساعة 10 ليلا. منتخب السنغال سيستقبل منتخب الطوغو على الساعة يعني تقريبا 10 ليلا. منتخب موريتانيا يستقبل الكونغو الديمقراطية في مباراة قوية. المنتخب الجزائر هو كذلك في مباراة قوية يستقبل منتخب الموزمبيق، ونعلم أن المنتخبين لهم نفس الرصيد من النقط، وبالتالي ستكون مباراة فاصلة. جزر القمر ستستقبل منتخب تشاد. وأخيرا آخر مباراة على الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المغربي، الساعة منتصف الليل و30 دقيقة بالتوقيت السعودي. المغرب سيستقبل منتخب تنزانيا على أرضية الملعب الشرفي بوجدة. إذا نقرب مشاهدي الكريم في الترتيب ديال المجموعات. إذا على مستوى المجموعة الأولى مصر 13 نقطة، بوركينا فاسو في المرتبة الثانية ب11 نقطة، يعني فارق فقط نقطتين، وهذا اللي غادي يعطي واحد المنافسة شرسة بين المنتخبين، لأن كنعرفوا على أن الأول من كل مجموعة غيتأهل رسميا لنهائيات كأس العالم. المرتبة الثالثة سيراليون ب8 نقاط، المرتبة الرابعة إثيوبيا ب6 نقاط، المرتبة الخامسة غينيا بيساو ب6 نقاط، والمرتبة الأخيرة والسادسة جيبوتي بنقطة واحدة. إذا هنا كيبان على أن الصراع غادي يكون مصري بوركينابي. على مستوى المجموعة الثانية المنتخب السودان، يعني صراحة هذا المنتخب باش يكون في المرتبة الأولى ب11 نقطة، متبوعا بمنتخبات قوية اللي شفناها في كأس إفريقيا الأخيرة. كونغو الديمقراطية 10 نقاط، المنتخب السنغالي أسود الترانغا في المرتبة الثالثة ب9 ديال النقاط، وبالتالي المنتخب السنغالي لازم عليه، لأنه من المنتخبات اللي شفناها في كأس العالم الأخيرة في قطر، والمنتخب اللي شفناه كذلك في كأس إفريقيا الأخيرة كيوضع علامة استفهام على هذا المنتخب هذا. وبالتالي المنتخب السنغالي عنده 9 نقاط، وغادي نشوفوا النتائج ديال غدا ربما تغير الترتيب ديال المجموعه. المرتبه الرابعه الطوغو 4 نقاط، المرتبه الخامسه موريتانيا بنقطتين، والمرتبه السادسه جنوب السودان بنقطتين. ربما مباراه ديال موريتانيا اللي غادي تخلي على انه على الاقل يتسلق الترتيب ديال المجموعه. إذا على مستوى المجموعة الثالثة جنوب إفريقيا بافانا ب10 نقاط في المرتبة الأولى، متبوع بظاهرة هذه المجموعة البنين ب8 نقاط، رواندا ب7 نقاط في المرتبة الثالثة. أما في المرتبة الرابعة كنوجدوا نسور الخضر نيجيريا ب6 نقاط فقط، يعني مبتعدين على جنوب إفريقيا ب4 نقاط. ربما المنتخب النيجيري لن يكون حاضرا حسب هذه النتائج الأولية الآن إلى حدود الجولة الخامسة، يعني صعب جدا، خاصة المنافسة الشرسة من المنتخب الجنوب الإفريقي. المجموعة الرابعة الرأس الأخضر في المرتبة الأولى ب10 نقاط، الكاميرون في المرتبة الثانية ب9 نقاط، ليبيا في المرتبة الثالثة ب8 نقاط. وهنا غادي تكون مواجهة ديال المنتخب الكاميروني بياوندي أمام ليبيا، الثاني مع الثالث، 9 نقاط مع 8 نقاط. هذا اللي غادي يخلي مباراة صعبة جدا امام المنتخبين، ربما قد يستفيد منها المتزعم المجموعه الراس الاخضر اللي عنده 10 نقاط. انغولا في المرتبه الرابعه ب7 نقاط، جزر موريس في المرتبه الخامسه ب5 نقاط، واسواتيني المرتبه السادسه والاخيره ب2 نقاط. اذا المجموعه الخامسه واللي كتهم عشاق اسود الاطلس وكتهمنا كمغاربه، المنتخب الوطني ب12 نقطه، النيجر ب6 نقاط، تنزانيا ب6 نقاط، المرتبه الرابعه زامبيا ب3 نقاط، والمرتبه الخامسه الكونغو ب0 نقطه. وهنا غادي ندويو على التحفظ، لان الكونغو الى حدود الساعه بقى في الترتيب،
ربما القرار غيصدر في هذا الاسبوع واش الكونغو امتثلت القرارات ديال الاتحاد الدولي للفيفا ام مازال. اذا كانت مازال فسيقصى رسميا هذا الاسبوع المنتخب الكونغو، وسوف يسحب 3 نقاط ديال الفوز، لا بالنسبه للمغرب ولا بالنسبه للنيجر ولا بالنسبه لزامبيا، لان تنزانيا مازال ما لعبتش مع المنتخب ديال الكونغو، وبالتالي النيجر فاز على الكونغو ب 3-0 والمغرب فاز على الكونغو ب 6-0. اذا ما غيكونش تاثير على مستوى الترتيب المجموعه. 3 نقاط حيدناها للمغرب، 3 نقاط حيدناها للنيجر، 3 نقاط غنحيدوها لزامبيا. اذا ما كاينش مشكل، غيبقى الترتيب هو كما سردناه منذ لحظات. على المجموعه السادسه المرتبه الاولى لا كوت ديفوار ب 16 نقطه، والمنتخب الغابوني اللي رجع بانتصار عنده 15 نقطه، يعني منافسه شرسه بين المنتخبين. ربما المرتبه الثالثه البوروندي ب7 نقاط، يعني بعيد بشكل كبير. اذا غتبقى المنافسه ما بين لا كوت ديفوار والغابون 16 15 نقطه. المرتبه الثالثه البوروندي ب7 نقاط، المرتبه الرابعه كينيا ب6 نقاط، المرتبه الخامسه غامبيا ب4 نقاط، وسيشيل كيتديل المجموعه بالترتيب في المرتبه السادسه ب0 نقطه. ما نساوش على ان 4 احسن ثانيين في المجموعات 12 غيتاهلوا للملحق الافريقي اللي غادي يفرز منتخب، ومنتخب واحد غادي يلعب مع احدى القارات على الملحق ديال الفيفا. وبالتالي هنا كتبقى المنافسه حتى لما طمعتيش في المرتبه الاولى كتطمع على اساس انك تجمع اكبر عدد من النقاط في المرتبه الثانيه. المجموعه السابعه الجزائر في متزاعمه الترتيب رفقه الموزمبيق ب 12 نقطه معا، وغدا الجزائر غادي تستقبل الموزمبيق في الساعه 9 مساء بالجزائر. وبالتالي هذه فرصه للمنتخب الجزائري باش يحقق الانتصار ويقفز على المنتخب الموزمبيقي ويفوتوا ب3 النقط اللي غتعزز المكانه ديالو، رغم ان المنافسه مازال شرسه لان 5 دورات الان، وغدا الدوره السادسه. الى نهات الجزائر متفوقه غتبقى 4 ديال الجولات اللي غتكون حاسمه. اذا الجزائر وموزمبيق 12 نقطه، غينيا ب7 نقاط، بوتسوانا 6 نقاط، اوغندا 6 نقاط، والمرتبه الثالثه السادسه عفوا الصومال بنقطه واحده. اذا المجموعه الثامنه المنتخب التونسي ب 16 نقطه، متبوعا بناميبيا ب 12 نقطه، المرتبه الثالثه ليبيريا ب 10 نقاط، ثم غينيا الاستوائيه ب 7 نقاط، مالاوي ب 6 نقاط، وساو طومي بدون اي انتصار، 6 هزائم يعني بصفر نقطه. اذا هذه المجموعه هذه اللي جرات 6 ديال اليوم، لان اليوم البارح بدينا الحد الجولات السادسه، اليوم هذه المجموعه انتهت الجوله السادسه بالنسبه لها، وبالتالي 4 نقاط كتفصل ما بين نسور قرطاج تونس وناميبيا، 4 نقاط، وباقيين 4 ديال الجولات، يعني مازال الحسابات بين المنتخبين، وكذلك ليبيريا اللي عندها 10 نقاط. اذا المجموعه التاسعه كاينه غانا ب 15 نقطه واللي عزات المكانه ديالها في هذا، لان هنا المجموعه سالات الجوله السادسه 15 نقطه. مدغشقر ب 10 نقاط في المرتبه الثانيه، يعني فارق 5 نقاط. مالي ب9، جزر القمر 9، جمهوريه افريقيا الوسطى 5 نقاط. المرتبه السادسه والاخيره تشاد ب0 نقطه. اذا هنايا كيبان على ان المنتخب الغاني غادي بثبات، قالوا 4 ديال المباريات يعرف يجيريهم باش يتاهل لكاس العالم. غادي نجيو الان، هذه هي المجموعه الاخيره يعني اللي سردنا عليكم، هي المجموعه ديال المنتخب الغاني اللي كيترأسها. اذا بدات كتبان الملامح ديال المنتخبات اللي في النيه ديالها تصدر المجموعه، وربما ما خرجاتش على المألوف. غانا، تونس، الجزائر، الكوت ديفوار، المغرب، المنافسه ما بين الكاميرون والراس الاخضر لان هنا باقى شويه الحسابات، جنوب افريقيا كذلك. هنا كاين صراع ما بين السودان،
كونغو الديمقراطيه السنغال هما الاقرب للتاهل، ثم المنتخب فراعنه النيل المنتخب المصري. اذا هذو هما المنتخبات التقليديه اللي كنشوفوها دائما حاضره في النهائيات ديال كاس العالم. كنتمناو على اننا صراحه نشوفوا منتخبات القويه في افريقيا اللي عودتنا على انها كتلعب مباريات قويه في كاس العالم، وما هذو المنتخبات اللي ذكرنا، على اننا نشوفوا لان غادي نشوفوا الان 9 ديال المنتخبات افريقيا في كاس العالم، وهذا رقم قياسي مقارنه بالنسخ الماضيه اللي كنا بدات غير بجوج منتخب واحد، بجوج منتخبات، ولينا 3 ولينا 4 ولينا 6. اذا بالتالي الان افريقيا دخلت بقوه الاتحاد الدولي لكره القدم. الى هنا نتمنى للمنتخب الوطني التوفيق والنجاح والفوز بمباراه تنزانيا والتاهل هنا من الملعب الشرفي بوجده الى نهائيه كاس العالم لكره القدم 2026. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى اللقاء في مراسله قادمه بحول الله.